ايه رأيكم بقى في حبة بسكوت كده من بتوع العيد؟ نقوم نعملهم كده بشاي بلبن، نحطهم في اللانش بوكس مع العيال في اي حاجة، يجوا من المدرسة جعانين شاي بلبن ونديها بسكوت. عايزة اقول لكم عملته بسكوت سهل وبسيط وجميل، ما اخدش مني وقت ولا اخد مني اي حاجة خالص. بس كل ما عليك تقومي كده تستعيذي بالله وتقولي بسم الله واللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وهتلاقيه معاكي خلص على طول. بصوا منظره يفتح النفس، تحفة وطلع خفيف وبيقرمش ورهيب. بص التسوية بتاعته بوريكم هنا بقى ايه، لو كنت عارفة اطلع الصوت بتاع القرمشة كنت طلعتها لكم. تعالوا نبدأ ونشوف هنجيب بقى ايه الخلاط بتاعنا الجميل دوت. هنعمل فيه ايه؟ نزلت فيه بكوبايه من اللبن الحليب، ونزلت عليه بكوبايه من السكر، ونزلت عليه ببيضتين او بيضه، يعني انا البيضه عندي كانت صغننه نزلت ببيضتين، ونزلت بكوبايه نصها سمنه ونصها زيت، يبقى نص سمنه ونص زيت، ونزلت ببيضتين وكوبايه لبن دافي، ونزلت بكوبايه سكر، وحطيتهم، وحطيت طبعا اوريدي الفانيليا، واديتهم ضربه جامده جدا 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 لحد ما المكونات دابت كلها مع بعض. وبعد كده جبت معايا 3 كوبايات ونص من الدقيق، نخلتهم ونزلت عليهم بمعلقه بيكنج باودر وبرشه من الملح، وهتقلبي كويس كده زي ما انت شايفه كده لحد ما المكونات كلها تندمج ببعض. جبت الخليط بتاعي اللي هو بيتضرب في الخلاط، لو انت معايا اللي هنا تقولي ايه، كرم رسول الله الله اكرم، فهل فقير بين الكرمين يحرم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهتقلبيهم بس مش هنعجبهم، يعني مش هنعجنهم، هنعملهم كده بطراطيف ايدينا عشان البسكويت مش بيتعجن. اي عجينه بسكوت بديفولت مش بتتعجن. طبعا جبتها وانا بقى القمع بتاعي، والله جيت احطه في الكيس لقيته بوم فرقع. قلت طب خلاص احنا نقضيها بايدينا يا جماعه، احنا مش غربة عن بعضينا اصلا يعني. جبت القمع بقى طبعا وقعدت كده عملت، طبعا العجينه عشان كانت سلسه معايا فكان بيطلع على طول. فعايزه اقول لكم انا جبتها، ما توقفيش نفسك، حاولي كده ايه، خلاص البتاع باظ، الكيس باظ، احنا نشتغل بايدينا الحمد لله ولله الحمد. طبعا اوريدي انا كنت مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180 في الرف الاوسط، تدخليه 10 دقايق اخد لون من تحت، طفي ايدي الشوايه عشان مش عايزاه يبقى ناشف قوي قوي يعني. طلع معايا بالجمال وبالحلاوه والطعامه ديت. مفيش اسهل من كده، مفيش ابسط من كده اهو. يبقى بيضتين، معانا كوباية سكر، معانا فانيليا، معانا كوباية من اللبن الدافي، معايا كوباية نصها سمنة ونصها زيت. هتقولي لي تنفع زيت بس؟ تنفع، تنفع سمنة بس تنفع، بس الخليط بالزبدة والزيت بينقل البسكوت في حتة تانية. وهتضربيهم ضربة جامدة في الخلاط. وجبتي 3 كوبايات ونص من الدقيق، طبعا الدقيق حسب الدقيق النوع بتاعك. وبعد كده هتحطي معلقة بيكنج باودر ورشة من الملح، وهتقلبيهم جامد قوي، وتقومي نازله بالخليط. مش هنعجن احنا، يا دوبك هنلم العجينه بطراطيف ايدينا. وبعد كده هناخد العجينه وتحطها في الكيس بتاعك، ما عندكش كيس اعملي زي كده بالظبط. بالظبط حطي في البتاع اللي انا عملت فيه دوت وشغل، مفيش اي حاجه، وهيطلع معاكي جميل. وبعد ما تخلصي تحطيه على درجه حراره 180 في الرف الاوسط، ياخد يا دوبك لون من تحت، هنطفي ايد على الشوايه عشان يدينا المنظر ده. عايزه اقول لكم شاي بلبن الاولاد يتعشوا بيه. الصبح اخدوه، جم من المدرسه ماما احنا جعانين، طب اعملوا لكم دلوقتي كوبايه شاي قبل ما اخلص الغدا على طول. ما بياخدش وقت وسهل، والاولاد هيفرحوا بيه وهيحبوه جدا جدا جدا. ولا نشادر ولا برتقان، عايزه تحطي برتقان حطي برتقان. ده كان بقى الفيديو بتاعي، فيديو سهل وجميل، جربيه وهيعجبكم. احتاج دعوه حلوه منكم، ما تنسونيش في لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.